وسلم: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم لكي تخرجوا من الخلاف والاختلاف فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية زيادة: وكل ضلالة في النار، كما بين النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم نتفق بعد على صيغة فيما نحن متفقون عليه، يعني جميعا قد اتفقنا على أن لا خروج لنا ولا منجا ولا ملجا من الله إلا إليه، وأننا ينبغي أن نعود جميعا إلى الله، ولكن كيف؟ في الكيفية يختلف القوم، حتى يصير كل منظرا، وحتى يصير كل مؤسسا، وحتى يصير كل هاديا إلى طريق غير مستقيم. والشأن أن نعود إلى الهادي الأول، إلى الهادي البشير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينبغي علينا أن ننظر في تاريخ أمتنا. وخذ إليك مثالا آخر، فإن تقي الدين محمد بن معروف رحمه الله المتوفى سنة 93 و300 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الرجل قد صنع ما يسمى بالمضخة ذات الاسطوانات الست، وهي التي مهدت بعد ذلك لذلك المحرك البخاري الحديث، فهي أمه وهي التي مهدت له. وهذا الرجل قد مات رحمه الله لا سنة 93 و300 بل سنة 93 و900 في القرن ال16 الميلادي، وهو الذي يسمى عند الغربيين إلى يوم الناس هذا في تاريخ العلم بقرن المضخة. لأن هذا العالم العظيم من المسلمين رحمة الله عليه قد ابتكر هذا الابتكار العظيم وصنع المضخة التي قد حازت الاسطوانات الست على نمط فريد. جاء بعد ذلك نيوتن ثم صمم محركه البخاري الحديث بعد 170 عاما مما توصل إليه عالمنا العظيم. وإذا ما نظرت إلى ما كان من الحسن أبي الحسن بن الهيثم رحمة الله عليه، وجدت أن قانون فرماس للزمن الأقل هو بعينه ترجمة أمينة لما قال ابن الهيثم في كتابه العظيم البصريات، لأنه كان يقول إن الضوء إذا تعرض لوسيط ما فإنه يسلك في مساره الطريق الأيسر والأسرع، وهو بعينه قانون أو مبدأ فرماس الذي جيء به بعد ذلك بعدة قرون. أخذوا علمنا فترجموه وبنوا عليه تدريبا لا تنظيرا، وأما هو فهو بعينه أساس هذه المدنية التي يقودها بزمامها اليوم شيطان رجيم لتدمير الإنسان وتدمير الحياة الإنسانية في هذا الكوكب الذي أراد الله رب العالمين له الهداية ببعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وابن الهيثم هذا رحمة الله عليه في كتابه العظيم كتاب البصريات، هذا الكتاب هو الجزء الخامس من كتاب البصريات العظمى لروجر ديكون، نسخه نسخا وترجمه ترجمة من غير أن يعزو حرفا واحدا منه إلى أصله، ومن غير أن يعود إلى ابن الهيثم رحمة الله عليه بالذكر ولا مرة واحدة، وهو الجزء الخامس كله ترجمه الرجل ترجمة أمينة ولا أمينة، لأنه ترجمه نصا وحرفا ولم يعز منه إلى صاحبه حرفا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو مال سائب عباد الله يعلم السرقة إذ لم يقم عليه أهله، فلا تلوموا إلا أنفسكم، لا تلوموا إلا أنفسكم. مقدرات هذه الأمة جعله الله رب العالمين اليوم في أيدي أبنائها، إما أن يقودوا هذه المقدرات إلى الهدم والتدمير،
وإما أن يقودوها إلى البناء والتعمير. وينبغي على الشعب المصري خاصة أن يخرج لأنه يقود الأمة المسلمة بفضل الله رب العالمين. ينبغي على الشعب المصري خاصة أن يخرج من حد كونه 70 مليونا، من حد كونه 70 مليونا من الأفواه التي تستهلك وتأكل، إلى 140 مليونا من الأيدي التي تنتج وتعمل. ينبغي عليكم أن تخرجوا من حد كونكم 70 مليونا من الأفواه التي تستهلك وتأكل، إلى أن تكونوا 140 مليونا من الأيدي التي تنتج وتعمل، وإلا فلا خلاص. وأما علمنا المادي المؤسس في حضارتنا على الكتاب والسنة فإن جبل المتكلمين في العقائد قد وأده في مهده. وإن التعصب الأحمق في المذاهب فكرية كانت أو سياسية كانت أو مذهبية كانت، هذا الجدل الأحمق والتعصب الأرعن قد وأد مسيرة العلماء المسلمين في تطوير علوم المادة أخذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر اليوم ملقا بين أيدي المسلمين، وهؤلاء على سبيل المثال الصيادلة المسلمون في طباق الأرض كلها يعلمون يقينا أن إخوانهم من المسلمين يتجرعون الكحول سائلا ومضغوطا، ويعلمون أن كثيرا من الجواهر الفعالة في الأدوية في دنيا الله رب العالمين كلها لا تذوب ولا مذاب لها إلا في الكحول، وهو روح الخمر كما هو معلوم. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله ما جعل شفاء أمته فيما حرم عليها. يعلمون ذلك ولكنهم يتحولون إلى باعة في دكاكين مفتوحة تضر أموالا ولا غير، ويتحولون إلى جوالين يروجون لشركات أجنبية تستخدم أموال أرباح هذه الشركات من أجل حرب المسلمين وتدمير المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها تحصيلا للمادة. ولم يكلف واحد منهم خاطره يوما ليعكف على هذه السوائل والمواد التي جعلها الله رب العالمين شائعة في دنيا الناس لكي يحصل لنا مزيدا جديدا تذوب فيه تلك الجواهر الفعالة من أجل أن نخرج من الحرام إلى الحلال. لأن العلم الغربي ولا يمكن هاهنا أن نلوم هؤلاء لأنهم يصدرون عن قناعاتهم العقدية وهم لا اعتقاد لهم بالمرة أو لا اعتقاد لهم على الأمور السوية، وإذا فهم قد تحرروا في المادة من كل قيد وشر، تحرروا في المادة من كل مبدأ وتحرروا في المادة من كل دين، فلا يعنيهم حرام هذا أم حلال، وإنما يبحثون في المادة متجردين لوجه المادة لا لوجه الله رب العالمين. وأما العالم المسلم فإنه ينظر إلى الأمر من قاعدة إسلامه، ينظر إلى الأمر إذا ما صدر في بدئه من قاعدة الحلال والحرام. لم يكلف هؤلاء خواطرهم لكي يخرجوا الأمة مما تتورط فيه، والأمر يسير على من يسره الله رب العالمين عليه. عباد الله، إن هذه الأمة المرحومة يصدق فيها قول ربنا جل وعلا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فاتقوا الله عباد الله، وأقبلوا على دين الله رب العالمين متفهمين، تحابوا تضاموا تآلفوا تآثروا. اجعلوا الفرقة جانبا، اجعلوا الفرقة لا جانبا، بل تحت مواطئ الأقدام نعلو فوقها نبني فوق أطلالها صرحا شامخا لكي تشرق الدنيا بالإسلام على العالم من جديد، لكي تشرق الدنيا بنور الإسلام على العالم من جديد. إن الأمر قد أصبح اليوم رهن بأولئك الذين تعلموا،
بأولئك الذين تثقفوا، للذين لدينهم قد جهلوا ولا للذين لتاريخهم وعوا، وإنما الذين يدرون خلفيات الأمور ببواطن الأشياء متعمقين متلمسين سبل الخروج إلى سواء السبيل بفضل الله رب العالمين. انبذوا الفرقة جانبا عباد الله، فإن نبيكم جاء بالائتلاف لا بالاختلاف. النبي صلى الله عليه وسلم جاءكم بالائتلاف لا بالاختلاف، وافهموا الدين على وجهه الصحيح. اللهم فهمنا ديننا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم أخلص نياتنا وحسن ظواهرنا وحسن بواطننا وأخلص نياتنا لوجهك الكريم. اللهم أقمنا على سواء الصراط المستقيم ورد المسلمين أجمعين إلى دينك.